السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل تورتيه حلوة قوي. مقاسها 20. هنعمل الاسبونج بتاعها باتنين بيضة، والنتيجة حلوة قوي. يعني انا مكنتش متخيلة ان النتيجة هتبقى حلوة كده. انا عملته بالاتنين بيضة وقلت النتيجة بتاعته مش هتبقى حلوة. حطيت اهم البيضتين بوريهم لكم، بس يكونوا بيضتين كبار يعني. وحطيت معلقة محسن جل، وهحط اللهم صل على النبي كوباية ونص دقيق، وهحط 3 معالق نشا. بعد كده بعد ما احط 3 معالق نشا، طبعا انا كنت حاطه البيض في التلاجة وحاطه الميه برضو في التلاجة. وهحط اللهم صل على النبي كوبايه الا ربع ميه. انا حطيت شويه ميه كده في الاول، وبعد كده لما اتعجن شويه رحت مزوده ميه يعني عشان يعلى معايا الاسبونج ويبقى حلو. هحط بقى نص معلقه بيكنج باودر، يعني نص معلقه كبيره او معلقه صغيره. حطي معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه خل. الخل طبعا بيدي الاسبونج نتيجه حلوه اوي. وحطيت اللهم صل على النبي نص كوبايه سكر او كوبايه الا ربع سكر، يعني يا نص يا كوبايه الا ربع. انا هعمله بني. اول ما يعلى معايا شويه كده اروح حاطه معلقتين كاكاو خام، عشان انا ما برضاش احط الكاكاو الا ما احس ان الاسبونج عالي معايا شويه. انتوا شايفيني بزود ميه اهوت شويه بشويه عشان يعلى ويديني نتيجه حلوه. عملت تورتيه مقاسها حلو، مقاس 20 من المقادير الاتنين بيضه دي. النتيجه كانت جميله اوي وعجبتني اوي. بتسيبيه بقى يتضرب حوالي 10 دقايق كده. انا هحطه في الصينيه الصغيره. الطقم اللي هو التلاتة فوق بعض دول هحط الصينيه الصغيره. كنت ناسيه الفانيليا فحطيتها. طبعا علي معايا ما شاء الله وبقى حلو اوي. النتيجه بتاعته بقت حلوه. انا كنت لحد دلوقتي كده وانا هحطه في الصينيه قلقانه منه، قلت ان هو مش هيبقى النتيجه بتاعته حلوه اوي. دي الصينيه الصغيره زي ما قلت لكم. اخر حاجه في الصينيه، يعني اخر صينيه. غلفتها كده بورق حواوشي. انا بحب اجيبه وبحبه عن ورق الزبدة كمان. خفت بقى عشان ما تعلاش معايا وكده، فحطيت الورق اللي هو الحواوشي ده. خلاص بقى قفلت الصينية كده زي ما انتوا شايفين. هحط بقى، شايفين الخليط عامل ازاي تقيل قوي ما شاء الله. النتيجة بتاعته حلوة قوي. هحطه بقى في الصينية كده واسويه حلو عشان يطلع سوا واحد. اهو ما شاء الله شايفين بقى تقيل تقيل قوي ما شاء الله. القوام بتاعه بسم الله ما شاء الله جميل. رغم حطله كوبايه الا ربع ميه، مش حطله نص كوبايه، حاطه كوبايه الا ربع، يعني حاطه ميه كتير. بس الميه متلجه والبيض كان ساقع، فالنتيجه ما شاء الله كانت حلوه قوي. ده للناس اللي مثلا يعني ظروفها مش قد كده وعاوزه تعمل تورتيه مش مكلفه، فتعملها بقى بالسبونش ده حلوه قوي. طبعا بقى وانا شغاله مشغله الفرن على درجه حراره 180. اهم حاجه بس تسويها كويس عشان تطلع السوا بتاعها واحد. اقتصاديه خالص، يعني 2 بيضه برضو حلوه والمقاس بتاعها حلو اوي. انا بحتها عملت 2 معاها كبات كده، وبحتها ب140 جنيه. طبعا انا عاملاها اقتصاديه فكانت عاليه ما شاء الله وحلوه أوي. دي تاني يوم بقى لما خرجتها وسبتها لتاني يوم ما شاء الله يعني طريه خالص. انا قطعتها بالعافيه، ما كانتش مستحمله خالص. الارتفاع بتاعها بسم الله ما شاء الله 3 طبقات حلوين قوي. ومقاس الصينيه كانت حلوه، مش تورتيه صغيره، يعني تورتيه حلوه. هشيل بقى الوش كده عشان طبعا ملزق معايا فهشيله، بس هجيب سكينه احسن لان هي اصلا مش مستحمله. شيلته بقى كده اتخلصت منه خالص. طبعا بيترمي، لو في اي حاجه تانية بشيلها. هقطع بقى كده 3 طبقات. دي اول طبقه، طري خالص ما شاء الله عليه. شايفين عامل ازاي اهو، ببيضتين 2. جبت بقى القعدة ديت حطيتها كده واسق الشربات بتاعي، سكر ومية وليمونة.
نص ليمونة يعني، بروح اغليهم كده على النار واروح سايباهم يبردوا وبحطها في التلاجة، بس مش كتير يعني لو اسبوع بتقعد ادام هي اتغلت بتقعد اسبوع. لو طولت عن كده بقى ادلقيها. حطيت بقى الكريمة، كوباية الكريمة بتاخد، انا بحط لها عشان تبقى تقيلة وحلوة. في ناس بتحط كوبايتين مية، انا بحط كوباية ونص مية. هقطع بقى الجناب دي خالص طبعا عشان مش مسوية معايا، بقت مربعة وما شاء الله عليها بقت حلوة اوي. المفروض يعني اما اجي اقطعهم احطها في الفريزر شوية عشان يتقطعوا يبقوا حلوين، بس انا طبعا كنت مستعجلة عليها لان مكانش حد طالبها مني، يعني انا عملتها وعرضتها عشان لو حد عاوزها بقى يلحق ياخدها وكده، فمرضتش احطها في الفريزر، قطعت على طول. جلستها كده الاول شوية وبعد كده بحطها في الفريزر 10 دقايق. طبعا الجو شتا، حطيتها 10 دقايق ورجعت جلستها بقى ايه تاني زي ما انتوا شايفين كده. الارتفاع بتاعها بسم الله ما شاء الله حلوة قوي، وهي مش صغيرة حلوة. همسح بقى كده القاعدة عشان الكريمة ما تلزقش فيها، قبل ما تحطها في الفريزر تمسحي القاعدة. هحطها بقى في الفريزر تجمد معايا شوية وارجع احط تاني لها طبقة كمان. كنت عملت كبات يعني وما صورتهمش، عملتهم وما تصوروش، نسيت ان انا اصورهم فما تصوروش معايا. كنت عاملة 2، يعني عملت من التورتيه الجوانب اللي انا اخدتها دي، عملتها كبين وعملتهم عرض ب140 جنيه التورتاية والكبين. كده بقى انا جلست تاني اهو. لما خرجت من الفريزر رجعت بقى تقلت لها الكريمه بقى عشان تتظبط معايا وتبقى حلوه، عشان ميبقاش في اي حاجه باينه. حاولي بقى على مهلك كده. طبعا انا مسرعه الفيديو لكن التجليس ده بياخد وقت مع الواحد، يعني اكتر حاجه بتاخد وقت هو، فبالراحه كده واحده واحده هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي. وطبعا اول ما بشغلها متبقاش لسه ايدك متعوده، بعد كده بقى ايدك بتتظبط وكده. خلاص بقى هي كده يعني سوت معايا، هحاول اظبطها بس شويه كمان وبعد كده بقى نحط الجناش بتاعنا. خلاص بقى كده انا احط الجناش مسيحاه حاطاه على حنة. بجيب شوكولاته خام بقطعها كده وبحط ميه مغليه، بس يكون يعني الشوكولاته في حاجه كبيره عن الحاجه اللي انتي حاطه فيها الميه، وبعملها كده على حمام ميه تسيح، وبحط لها معلقه زبده ومعلقه زيت وهحط لها شويه ميه. في ناس بتحط لبن وفي ناس بتحط كريمه، انا بعملها بحبها كده يعني بتبقى سهله وحلو وبيبقى طعمها حلو. عملت كده الروزيتات بقى بالشكل العشوائي دوت، برضه ما كنتش في دماغي حاجه، يعني انا عملتها كده بشكل عشوائي ما كنتش عارفه اعملها ازاي. حتى الجناش كان خلص مني، كنت عاوزه احط في الجنبين فيعني بصوا خلص مني. حطيت الحبه دول وبعد كده لقيته خلص، رحت حاطه بقى شوكولاته مبشوره كده زي ما انتوا شايفين. بس في النهايه طلعت شكلها بسم الله ما شاء الله كانت حلوه قوي، والارتفاع بتاعها ما شاء الله جميل. انا ما كنتش متخيله ان هي تطلع حلوه كده. احزمها بقى بالشكل دوت ما شاء الله ما عادتش، يعني اول ما عرضتها بسم الله ما شاء الله اتاخدت مني، وبعتها بسعر حلو برضو يعني 140، سعرها حلو اوي. ده كان شكلها النهائي بقى. حطيت عليها كريسبي كده ابيض صغير، ما كانش عندي اي حاجه اللي هي الحاجات دي فحطيتها، يعني ما كنتش عامله لها حاجات معينه. ففي النهايه طلعت ما شاء الله رقيقه وحلوه اوي. شايفين عامله ازاي؟ جربوها بقى بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. يا رب يكون التورتيه عجبتكم، ومع الف سلامه.